متابعينا الاعزاء، هكذا كان هذا التحدي، وقد اشترى الستار على الشوط الاول الرئيسي. فكانت عنود الصيد لعلي بن راشد بن رايه المري من انتزعت اول اشواط هذا الصباح. اذا ينطلق شوط جديد وتحدي جديد مع الاخ عبد الهادي بن محمد بن بوبح المري. على بركة الله وتوفيقه هكذا التواصل يستمر الغضاء شوطنا الرئيسي قبل قليل من ظفر به السيد حمد بن راشد بن رايه المري، وانتزع الشوط الرئيسي لسن البكار ثنايا من مسافة 6 كيلومترات. هكذا نسير وهكذا المسيرة تسير، وهذا انطلاقة الشوط الرئيسي لسن القعدان، شوط لا يقل أهمية ولا يقل وزنا عن الشوط الماضي. نذهب وننطلق مع الصدارة ومع المركز الأول في هذه اللحظات لكي يرى مدهش سعيد بن علي بن رايه المري على المركز الأول، والانطلاق الأول من قبل انطلاقة مدهش، بينما النغلة على المركز الثاني، والدور دور المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثاني يصل حبيب شايم بن سالم الشمري مع حبيب اللي على المركز الثاني، بينما النغلة على المركز الثالث يصل رمان للسيد عزيز بن صياح الشمري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات يصل المتحد طالب بن راشد بن عجيم يصل على رابع المراكز، بينما النغلة على المركز الخامس يصل جلمود عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني يصل على خامس المراكز. نداؤنا للخمس المراكز الأولى يكتمل على مسامعكم، ونداؤنا الأول، ولكن أعود إلى الصدارة وأعود إلى المقدمة وأعود إلى المركز الأول لكي يرى مدهش مع السيد سعيد بن علي بن رايه المري على المركز الأول والانطلاق الأول، بينما النغلة على المركز الثاني لكي يرى معطاف عبد الله بن دعث الشمري على المركز الثاني، بينما النغلة على المركز الثالث لكي يرى جلمود عبد الله بن سالم القحطاني يصل على ثالث المراكز، بينما النغلة على المركز الرابع لكي يرى شعار سيد طالب بن راشد بن عجيم يصل على رابع المراكز مع المتحد، بينما النغلة على المركز الخامس لكي يرى اسم جديد يصل ظبيان سلطان بن جراح الاكتبي يصل على خامس المراكز. نداؤنا للخمس المراكز الأولى ونداؤنا الثاني يكتمل على مسامعكم، ولكن أعود إلى الصدارة وأعود إلى التغيير الذي طرى وجرى بهذه اللحظات من قبل جلمود عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني على المركز الأول والانطلاق الأول، بينما النغلة على المركز الثاني لكي يرى الملازمة في هذه اللحظات، لكي يرى الملازمة من ظبيان أو من معطاب للسيد عبد الله بن دعث الشمري على المركز الثاني، والنغلة على المركز الثالث لكي يرى المتحد طالب بن راشد بن عجيم، والمركز الرابع يصل ظبيان سلطان بن جراح الاختبي يصل بهذه اللحظات أحد الضيوف العانين من دولة الإمارات العربية المتحدة، فمرحبا بجميع الضيوف. بينما النغلة على خامس المراكز يصل رمان عزيز بن صياح الشمري على خامس المراكز. نداؤنا للخمس
يكتمل على مسامعكم، ولكن أعود إلى الصدارة وأعود إلى المركز الأول مع اللي ما زال صامل حتى هذه اللحظات. جلمود والعايدة ملكية للسيد عبد الله بن سالم القحطاني على المركز الأول والانتقال الأول، بينما النغلة على المركز الثاني لكي يرى ظبيان سلطان بن جراح الاختبي. واهالي المرموم يطالبونك بالسلامات يا بن جراح يا سلطان يا بن جراح يا الاختبي، بينما النغلة على المركز الثالث لكي يرى المتحد من اتحد على ثالث المراكز السيد طالب بن راشد بن عجيم يصل على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع اللي يغير على المركز الثالث وعينه على المركز الثاني. بهذه اللحظات شعار السيد عامر علي بن راشد بن راية المري يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث، بينما النغلة على المركز الرابع لكي يرى المتحد طالب بن راشد بن عجيم، والمركز الخامس يصل رمان عزيز بن صياح الشمري. ولكن أعود إلى الصدارة وأعود إلى المركز الأول مع القحطاني مع بن خلبان سعادة العميد عبد الله بن سالم القحطاني على المركز الأول، والانطلاق الأول مع جلمود اللي مسيطر تمام السيطرة، بينما المراقبة في هذه اللحظات من قبل ظبيان من يراقب الأوضاع مع سلطان بن جراح الاختبي على ثاني المراكز، بينما النقلة على المركز الثالث يصل شعار السيد علي بن راشد بن راية المري مع صغان على المركز الثالث. رابع المراكز يصل رمان عزيز بن صياح الشمري، وخامس المراكز والوصول في هذه اللحظات من قبل حبيب شايم بن سالم الشمري واهالي حايل يصلون في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول وأعود إلى المقدمة، واشتعلت حرارة هذا الشوط. ولكن بن خلبان مع الصدارة، بن خلبان مع المركز الأول. العميد متعمد هذه الأمور، العميد يسيطر تمام السيطرة. جلمود عبد الله بن سالم القحطاني، والمركز الثاني يصل حبيب وخلك حبيب يا راعي حبيب شايم بن سالم الشمري. أهالي حايل يصلون، والمركز الثالث يصل رمان عزيز بن صياح الشمري، والمركز الرابع يصل ظبيان سلطان بن جراح الاختبي، والمركز الخامس يصل شعار السيد خلف الفرتاج الشمري. في هذه اللحظات نداؤنا للخمس المراكز الأولى. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى المقدمة، أعود مع جلمود عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني من يسيطر تمام السيطرة على المركز الأول. ولكن دير لي بالك يا القحطاني أهالي حايل يصلون على المركز الثاني. أهالي حايل ذباحة الحايل روح يا الشمري روح على المركز الثاني. حبيب مع شايم بن سالم الشمري يصل على ثاني المراكز، بينما النقلة على المركز الثالث. وأول نداء في هذه اللحظات، أو عفوا هذا بأول نداء، هذا مدهش صاحب إنجازات عديدة، مدهش للسيد سعيد بن علي بن راية المري على المركز الثالث. ورابع المراكز خلف الفتاج الشمري، وخامس المراكز في هذه اللحظات. وأول نداء المفاجع مع سلهام الهزاع على خامس المراكز. نداؤنا للخمس يكتمل. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى القحطاني، أعود إلى المسيطر، أعود إلى المنطلق، أعود إلى المسيطر تمام السيطرة عبد الله بن سالم القحطاني على ظهر جلمود على المركز الأول. ولكن مدهش
مدهش صاحب عوايد، هو صاحب انجازات اعرفها جيدا. نعم مدهش للسيد سعيد بن علي بن رايح المري على ثاني المراكز، وثالث المراكز الجذاب خلف بن نايف البرتاج الشمري. ولكن اعود الى الصداره، 500 متر ما تفصل عن الناموس، 500 متر ما تفصل عن الفوز. والقحطاني يسيطر، القحطاني ينطلق، العصا قوس، العصا في الابطان الله، والعصا قناة تسلم على الغارب الاصيل. روح يا القحطاني روح مع جلمود عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني، من يسيطر مع هذا الشعار اللامع، الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس، الشعار المتميز، شعار العميد معروف جيدا. ولكن الله الشمري ولكن القحطاني تهانينا والناموس السيد عبد الله بن سالم القحطاني على فوز جلمود وانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني الجذاب خلف بن نايف الشمري. المركز الثالث حبيب شايم بن سالم الشمري. المركز الرابع مدهش سعيد بن علي بن رايه. والمركز الخامس يصل مفاجع لصلهام الهزاع